لذلك الآن في دراسة أن تكون القواعد اللي موجودة في دول الخليج قواعد مصرية. وتحيا مصر، وتحيا مصر، وتحية للجيش المصري العظيم. الآن نعم ستكون القواعد البديلة هي قواعد مصرية في البحرين وفي الإمارات وفي الكويت وفي دول الخليج ككل، لأننا عرب يربطنا مصير مشترك، وعيننا على عين بعض ونخاف على بعض، وبعنا كلنا جميعا سنكون قوة ضاربة. ما نخلي الغريب يدخل بيننا، لا قواعد أمريكية ولا أوروبية ولا تركية. وهذا اللي راح يصير. تذكروا كلامي زين. الفخر، الدفاعات لم تطلق، السبب مقصود، تم ترك الطائرات تنفذ مهمتها ليتم فضح إسرائيل وصديقتها أمريكا علنا أمام العالم المصرية العامة. طبعا كلكم تعرفون صقورها في كل مكان. والمخابرات المصرية أبلغت قادة حماس، وتركيا التقطت التحركات مبكراً. رصدت طائرات F-35 وهي تتحرك من قواعدها، وتم إبلاغ قطر بالمخطط قبل دقائق من التنفيذ. المصرية بلغت هي الأولى، ثم بعد ذلك قطر، عشان لا حد يستهين في المخابرات المصرية العامة التي تتفوق على MI6 البريطانية وعلى CIA الأمريكية وعلى الموساد نفسه. ده المخابرات المصرية أعطتهم صفعات لا تعد ولا تحصى، عشان يعرفون إن المخابرات المصرية مش أي ولا زي. قامت بتفريغ الموقع بهدوء، وتركت الأضواء مضاءة لتخدع الطائرات. يعني إذا كنتم تعتقدون نفسكم أذكياء، ترى إحنا أذكى منكم. وفعلا تم أكبر فضيحة أمام العالم، فضيحة الإسرائيلية الأمريكية. وعلى فكرة كلنا نعرف أن القواعد الأمريكية في قطر لم تفعل أنظمة الدفاع لحظة الهجوم اللي هما الباتريوت وثاد، رغم أن أي حركة جوية بهذا الحجم كما يعتقدون نطلعت 15 طيارة. ما صحيح هذا الكلام، ماكو شيء اسمه 15 طيارة، لا يمكن. إذا طلعت هي طيارتين، طيارة واحدة وواحدة الثانية للتزود فقط ليس غير، لأن لو قالوا 15 طيارة أي حركة بهذا الحجم لا يمكن أن تمر دون علمها. ولكن الطاولة قلبت